أربع موبايلات نازلين في آخر 2017 بيتنافسوا على مين أحسن موبايل في الفئة المتوسطة. الفئة اللي بتتراوح ما بين 5000 لحد 5700. معظمهم بيقدموا نفس المواصفات وحتى نفس الألوان. كلهم اهتمامهم الأول هو جزئية الكاميرا، حتى لو كان الاهتمام دوت على حساب الأداء. الموبايلات ديت هي هواوي ميت 10 لايت، وأوبو F5، وإنفينكس زيرو 5، وأخيرا شاومي A1. في الفيديو دوت هنشوف مقارنة سريعة كده وأي أكتر حاجة بتميز كل موبايل، بدون دخول طبعا في تفاصيل، لحد ما الموبايلات تنزل ونعرف نعمل لهم ريفيو مصور كامل. أول حاجة هنبدأ بيها هي الديزاين. الأوبو بيجي بأقل خامات تصنيع فيهم، على عكسهم كلهم هو الوحيد اللي مش بالمعدن من الكامل، بس شكله حلو خصوصا مع شكل البصمة الجديد اللي على شكل بصمة الصباع بتاعت الإيد فعلا. أما بالنسبة للهواوي ميت 10 لايت بيجي بجسم معدني من الكامل. انفينكس عاملين فيديو كامل عن التكنولوجي المستخدمة في تصنيع الزيرو 5، وفعلا الموبايل شكله جاي بخامات حلوة ونضيفة وشكله شيك جدا، بالذات مع اللون الأحمر في أبيض والشريط الأسود بتاع الكاميرات. الشريط دوت طبعا بيفكرك بنكسس 6 بي وتحسهم سارقين ديزاين منه. الشاومي A1 هو الصراحة في وجهة نظري أحلى شكل فيهم، بغض النظر عن إن برضه الديزاين تحسه مسروق من الآيفون 7 بلس أو ال 8 بلس، بس اللون الجولد مع خطوط الأنتنة اللي لافين حوالين الجهاز مدياله شكل جذاب. وبرضه مننساش إنه يعتبر أقل واحد فيهم أو أقل فئة فيهم، فإنه يجي بجسم معدني وخامات زي دي حاجة تخليه يتفوق عليهم. تاني حاجة هنتكلم عنها هنا هي الشاشة. الأوبو بيجي بشاشة 6 إنش بدقة فول اتش دي بلس 1080 في 2160. مش هتحس بفرق كبير قوي بينها وبين الفول اتش دي العاديه، بس الجديد هنا بقى هي الاسبكت ريشيو الجديده او الابعاد الجديده 18 ل 9، اللي مخليه الشاشه واخده معظم مساحه الموبايل. وده شيء ما قدمتوش غير اوبو اف 5 وهواوي ميت 10 لايت اللي بيجي برضو بنفس حجم الشاشه ونفس المواصفات والابعاد الجديده. اما انفينكس ما قدمتش جديد، يعني ولا شاشه اموليد او سوبر اموليد، ولا كمان الاسبكت ريشيو الجديده، واكتفوا بس ان هم يحطوا شاشه 6 انش اي بي اس عاديه جدا. اما شاومي A1 نفس النظام برضو، وكمان شاشة اصغر بحجم 5.5 انش، ومفيش برضو اي حاجة جديدة من ناحية الشاشة. نيجي بقى لمواصفات كل واحد فيهم وهنلاقيهم قريبين جدا. الاوبو بيجي بمعالج ميديا تك هيليو بي 23 ثمانية النواة، ومعالج رسوميات مالي جي 71، ونسختين، واحدة 4 جيجا رام وواحدة 6 جيجا رام. اما هواوي حتى المعالج بتاعها كيرن 659 ثمانية النواة مع مالي تي 830 اللي قديم شوية، ونسخة واحدة بس اللي هي 4 جيجا رام. وهنا بقى انفينكس تتميز عليهم بميديا تك هيليو بي 25 ثماني النواة بتردد 2.6 جيجا هرتز، ومالي تي 880 و6 جيجا رام زي الاوبو، بس الانفينكس المعالج اقوى، فبالتالي الاداء بتاع الانفينكس هيبقى من المتوقع اعلى من الهواوي والاوبو. اما الاي 1 بيجي بسناب دراجون 625 الموفر جدا في الطاقه، واللي مع الاندرويد الخام بيديك اداء عالي بالنسبه لسعره، مع 4 جيجا رام هيخلوا الاي 1 احسن قيمه بالنسبه للسعر. خامس حاجة البطارية. في الأوبو F5 3200 مش هتبقى كويسة أبدا ولا كفاية، وكمان مفيش شحن سريع. نفس الكلام برضو في الميت 10 لايت 3340 ومفيش شحن سريع. ومرة تاني انفينكس تتفوق في جزئية البطارية مع بطارية 4350 وكمان بتدعم الشحن السريع. أما الشاومي 3080 تحسها رقم قليل، بس مع السناب دراجون 625 البطارية بتقعد معاك 7 ساعات سكرين اون تايم مستريح أوي. الأربع موبايلات بيجوا بأندرويد نوجات مع اختلاف واجهة المستخدم. اوبو بتستخدم كولر او اس اللي شبه الاي او اس جدا، حتى في الايكونز والانترفيس بتاع الكاميرا تحسه هو قريب من الايفون. اما هواوي بتيجي بايموشن يو اي 5.1. بالنسبه لانفينكس نظام تشغيلهم اسمه اكس او اس مع الابديت الجديد بتاعه اللي خلاه يدعم المالتي ويندو وانك تفتح تو اكونت ومزايا تانية كتير. واخيرا والمفضل بالنسبه لنا هو الشاومي اي 1 علشان الستوك اندرويد او الاندرويد الخام بسيط كده ومفيهوش اي اضافات، وده بيخليه اسرع بكتير. سابع حاجه واللي ما ينفعش طبعا تتشرح بمجرد الكلام، وما ينفعش نحكم عليها بشويه ارقام على الورق، وهي الكاميرا. الاوبو شعارهم سيلفي اكسبرت، فمهتمين جدا بالسيلفي وحاطين كاميرا اماميه 20 ميجا بكسل مع ذكاء اصطناعي ارتفيشال انتليجنس حاطينه في الكاميرا، بيخليك انك تعرف تفتح الموبايل ببصمه الوش، بالاضافه طبعا لتحسينات الكاميرا وتحسينات الصور الاماميه، وكاميرا خلفيه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8. اما بالنسبه للهواوي ميت 10 لايت فكان تركيزهم الاكبر كان على الكاميرا، وعملوا موبايل باربع كاميرات علشان تعرف تعمل عزل للخلفيه سواء كنت بتتصور صوره عاديه او صوره سيلفي. انفينكس نفس النظام، ركزوا قوي على الكاميرا، وده اول موبايل من انفينكس بدول الكاميرا. وطبعا زي ما قلنا مش هنعرف نحكم على الكاميرا بالارقام غير لما نجرب، بس النتائج الاوليه اللي نزلت مبشره جدا من ناحيه انفينكس. بالنسبه للشاومي 1 فكنت عامل له مراجعه، وكنت مركز جدا على جزئيه الكاميرا لانه كان ارخص موبايل بدول الكاميرا، فلو عايز تشوفها هتلاقي الفيديو في الاي اللي فوق.
وفي الاخر ايه هي الفيتشرز او الحاجات الجديده اللي قدمتها كل شركه خلت موبايلها يتميز عن الباقي. وبالنسبه لاوبو وهواوي اننا نشوف الاسبكت ريشيو الجديده ديت بالدقه دي في الفئه السعريه دي، فدي حاجه تحسب لهم. اما انفينكس قدمت اكبر بطاريه فيهم وكمان شحن سريع. فبالنسبه لاوبو والذكاء الاصطناعي اللي حاطينه في الفرونت كاميرا وامكانيه انك تفتح الموبايل بوشك، فدي لازم نجربها في كذا وضع وفي كذا ظروف اضاءه عشان نعرف نحكم عليها وهل هي تكنولوجيا حلوه ولا لا. اما هواوي انهم يقدموا موبايل باربع كاميرات، فدي حاجه جديده طبعا، وبرضه لازم يتعمل لهم اختبار كامل في كل ظروف الاضاءه علشان نعرف نحكم عليهم. تجربة استخدام الاندرويد الخام من شاومي وان الاندرويد دايما بيتحدث اسرع، فدي يعتبر ميزة، بغض النظر طبعا عن انه موبايل في فئة اقل منهم، بس اللي بيميزه ان هو بينافس في حاجات كتير. وبما انه اقل منهم فهو فعلا اقل منهم حتى في السعر، لان كلهم سعرهم في حوالي 5500، اما الشاومي سعره 4333، وده يخليه فعلا احسن قيمة مقابل السعر. وعمرك ما هتلاقي موبايل بالامكانيات ديت من دول كاميرا والديزاين دوت والاندرويد الخام بالسعر دوت. وزي ما قلت لكم راجعته في الاي اللي فوق، واعملوا لايك وسبسكرايب للشانل علشان هتشوفوا مراجعة الانفينكس زيرو 5 قريب ان شاء الله، هو والاوبو اف 5.